مطلع الفقري ولا ايه؟ وهنا لاعبو الزمالك، شوف اشرف هنا جمهور الزمالك، شاهد ايضا لاعبو الاهلي يعني ذهبوا الى الجماهير الاهلاويه، الى الالتراس الاهلاوي للتحيه ورد الجميل حقيقه. الآن جاء دخول الأبطال، جاء دور الأبطال في تقليد أو استلام الميداليات الذهبية. الذهب للذهب يا عزيزي، الذهب للذهب يا عزيزي المشاهد والمتابع، وسط الأهازيج الزملكاوية الجميلة والجماهير الزملكاوية التي آزرت فريقها طوال مشوارها من بداية البطولة حتى هذه اللحظة. نشاهد الآن بعض اللاعبين أو نجوم البطولة بالكؤوس الخاصة لديهم، عبو أو لا مش عبو، هذا دولة وديمتري ومحمد رضا إذن تقدم السيد علي بن غانم الكواري بتسليم اللاعبين الميداليات الذهبية للاعبي الزمالك، وأيضا السادة الحاضرون رئيس لجنة الاحتكام ورئيس الاتحاد اللبناني. نشوف الآن لاعبي الزمالك والفرحة الكبيرة ما بعد السويحلي الأهلي البطولة العربية بنسختها 43. بدأت هذه البطولة في 1978. الفرحة يعني الابتسامة والضحكات. اليوم لاعبي الزمالك يعني فرحة هستيريا، والله سواها كارلوس إدواردو، سواها كارلوس إدواردو، هذا الداهية البرازيلي، والله داهية هذا البرازيلي، واحد من خيرة المدربين، ما أجازف أقول من خيرة المدربين على مستوى العالم في إدارة الفرق، في إخراج اللاعبين، إخراج المواهب، صنع لاعبين للمستقبل، يخرج كل ما في اللاعب من مهارة وإبداع. كارلوس إدواردو هذا البرازيلي يعني والله شخصيا كرأي شخصي ما تمنيته انه يخرج من هنا من بين انديتنا والمنتخبات الوطنيه، لكن هو انتقل الى المنتخب البرازيلي. اعتقد هو ادار المنتخب البرازيلي في اولمبياد طوكيو، نعم في اولمبياد طوكيو، وكان مساعدا للمدرب الرئيسي اللي هو الشايب، نسيت اسمه ريزندي العجوز الشايب ريزندي، وكان معاونا له كارلوس إدواردو. لكن اعتقد اولمبياد طوكيو كانت المشكله في كوفيد 19، فاستلم الامر اللي هو كارلوس إدواردو. جاء وقت تسليم البطوله. يا مخرج عطنا الصوره وعطنا الكاس، يا مخرجنا عطنا الصورة وعطنا الكاس. الآن كأس البطولة هنا الصورة سعادة الشيخ علي بن خليفة علي بن محمد، سعادة الشيخ علي بن محمد خليفة، وكأس البطولة العربية بنسختها 43 بأحضان نجوم الزمالك عزيزي المشاهد والمتابع، وبأيادي أحمد يوسف الكابيتانو. إذن عزيزي المشاهد والمتابع، مبروك استمع.
إذا مع النشيد الوطني والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية الحبيبة نختم هذه البطولة. سعدت حقيقة بالتعليق. مبروك لكل من حضر في هذه الصالة، مبروك للزمالك أولا وأخيرا لقب البطولة. عزيزي المشاهد والمتابع، استمتعت بالوصف والتعليق على مجريات وأحداث هذا اللقاء ولحظات التتويج. على أن نلتقي معكم في أحداث ومباريات أخرى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ثم لا ننتقل إلى الزملاء في الاستديو التحليلي.